السلام عليكم. استنوا بس الناس كده تجمع وندردش مع بعضنا شويه عن مباراة المنتخب مع كاب فيردي كده. معلش هو الموضوع متأخر، طلعنا نتكلم شويه مع بعض كده متأخر. كنت المفروض اطلع بعد المباراة على طول، بس انا دايما كده بحب اما اطلع اطلع اتكلم مجازا كده في حاجات تفيد الناس، معلومات بسيطة. نستنوا كده الناس بس يجي اي حد يدخل معانا عايز يدردش يقول رأيه ويقول وجهة نظر مختلفة، ما عندناش مشاكل. احنا بنسمع كل الناس وآراء كل الناس بنحترمها. اول حاجة عايز اقولها ان المباراة دي الناس مستبسطاها قوي، او عشان المنتخب فاز فيها 3-0 فالناس واخده ان المباراه كانت سهله والموضوع احنا اللي سهلناه على نفسنا. انا عايز الصراحه اشيد النهارده طالع اشيد بقرارات كابتن حسام في كل حاجه، سواء عن المباراه نفسها والتشكيل اللي بدأ بيه والنتيجه الهائله اللي هو عملها على منتخب كبير زي كاب فيردي، المنتخب اللي سبب لنا مشاكل في كاس الامم. وكلنا شفنا المنتخب في كاس الامم كان اسوأ اداء واسوأ نتائج كان في كاس الامم. يمكن احنا صعدنا من دوري المجموعات كده بالصدفه، احنا كنا رايحين حتى كاس الامم. الموضوع معانا كان ممل، تحس ان احنا كنا رايحين نبيد على القاره كلها. 3 مباريات ب3 تعادلات، حاجه مقرفه في كل حاجه، اداء ونتيجه وصعود حتى بضرب النار. حتى اما صعدنا طلعنا من اعتقد جنوب افريقيا، فكان الموضوع بالنسبه لنا كان مقرف. حته ان اهلا بعوده منتخب مصر، يمكن ده اكتر تعليق عجبني من الناس عندي على الصفحه، اتكلمت وقالت لك اهلا بعوده منتخب مصر من تاني. عجبني جدا الجرأه الهجوميه اللي كابتن حسام حسن بيلعب بيها. ناس كتير مش واخده بالها او مستبسطه اللي حسام حسن عمله في المباراه. الموضوع صعب قوي، انت لما تلعب منتخب قوي او في الفتره الاخيره في افريقيا ليه اسم وليه باع وبيقدموا كره مميزه اللي هو منتخب كاب فيردي، انك تلعب قدامه بالطريقه الهجوميه البشعه دي زي ما بنقوله كده. بالبلدي كان بيلعب 4-1 كابتن حسام، فكان الموضوع في جرأة منه كبيرة ان برضو بتلعب منتخب عنده تحولات هجومية وعنده سرعة وعنده لعيبة بتلعب كرة مميزة، فممكن كان الناس دي تقدر تخترقك او تتسبب ان يدخل فيك جون. بس انا كنت مع الكابتن حسام في حاجة عجبتني جدا. انا ما ينفعش يبقى عندي الكوكبة الكبيرة جدا من النجوم دي في المنتخب وما استغلهاش بصراحة. حتة لو احنا هنلعب طبعا بالطريقه الحديثه اللي موجوده دلوقتي والعالم كله بيلعب بيها 4-3-3، ده طبعا الكره العالميه كل اوروبا بتلعب بالطريقه دي. انا مش ضدها، بس انا بتكلم ان احنا طبقها الفعلي على ارض الواقع من لاعيبتنا في مصر هنا مش بيطبقوها احسن حاجه. معلش مش بتلاقي الباكين او الظاهرين بتوعنا سواء محمد هاني او محمد حمدي هم مثلا ارنولد او روبنسون بتوع ليفربول، واخد بالك؟ فمش بتلاقيهم دايما طايرين، دايما بيعملوا الواجب الهجومي بقوه بشراسه مع الاثنين الاجنحه. سواء الجناح دخل لجوه تلاقي الباك طالع لبره عمل اوفرلاب وبيسببوا خطوره جدا في الطريقه بتاعت 4-3-3. احنا عندنا اضعف ما فيها ومش بينجحها عندنا في مصر هي حته الباكين. حته الباكين عندنا حتى يمكن اسوأ باك انا شفته في تاريخ مصر كلها ومحمد حمدي ده. مش عارف يمكن قناعه عشان بس كابتن حسام كان بيلعب بيه بالمصري، ويمكن هو سبب طلوع محمد حمدي ده وعنده ثقه فيه، الله اعلم هو مش عارف هو جايبها منين. دي الحاجه الوحيده بس اللي انا معترض عليها على الكابتن حسام حسن. انما هاني هم عندهم قناعات شخصيه ان هاني قوي جدا في حته الباك اليمين، مع ان انا برضو مختلف في الحته دي، ان شايف ان عمر كمال ممكن في الحته دي هيبقى احسن واحسن. بالنسبه لمنتخب مصر عنده عنده قوه دفاعيه عاليه جدا، بيهاجم بطريقه كويسه جدا عمر كمال. فانا شايف بس اللي عايز اطلع النهارده اوضحه واتكلم مع الناس فيه ان النهارده الناس مش واخده بالها كابتن حسام عمل ايه في الملعب. كابتن حسام عمل ايه في الملعب؟ اولا انا بس عايز اقول لكم بعد نهايه موسم قوي جدا للنادي الاهلي، وطبعا معظم قوام المنتخب من لعيبه النادي الاهلي، بعد موسم شاق جدا للعيبه دي ان ييجوا المنتخب في نهايه موسم ويعملوا مباراه مميزه كده مع المحترفين طبعا اللي موجودين، ويقدموا مباراه مميزه كده سواء بنسبه 60 او 70%، يعملوا مباراه مميزه في القاهره على ملعب القاهره هنا. فدي حاجه عجبتني جدا ان
طبعا المنتخب ما بيتجمعش كل يوم يا جماعه، الناس دي متجمعه مباراه هتأديها وتلعب 90 دقيقه وكويس ان هم عملوا الاداء ده. تمام. انا بتكلم عايز الناس بس يعني تركز معايا في الكلام اللي انا بقوله، عشان هياخدوا بالهم قد ايه الكابتن حسام حسن عايز يستفيد من المجموعه اللي معاه دي من اللعيبه، وفي نفس الوقت يطلعوا ناتج. ومع البطولات المجمعه اللي هي زي بطوله افريقيا كده، اللعيبه دي تلعب مع بعضيها ماتش واثنين وثلاثه واربعه انسجموا مع بعض، هتلاقي المنتخب بتاعنا مرعب جدا يعني على فكره. بس كمان عايز الناس تاخد بالها ان الكابتن حسام ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها اكيد هيعمل احلال وتجديد مع المنتخب، شهر ورا شهر ورا شهر هتبص تلاقي ناس مجموعه جديده من اللاعبين بتبدا تخش، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، ناس كتير هتبدا تخش زي محمد شحاته من نادي الزمالك، هتبدا تخش ناس جديده المنتخب، ويبدا ينزل بالاعمار شويه للمنتخب. بس الكلام ده ان شاء الله في الفتره اللي عقبال ما نصعد فيها ان شاء الله كاس عالم او نوصل فيها كاس الامم. اللي عايز اقوله ان كابتن حسام لعب امبارح بتشكيله 4-1 كان محمد الشناوي في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر، محمد هاني ورامي ربيعه وحمدي فتحي ومحمد حمدي في باك شمال، وبيلعب على الدايره مروان عطيه، وفي الامام بيلعب بمحمد صلاح وتريزيجيه وزيزو ومرموش ومصطفى محمد. تمام. الخطه دي كان فيها تركايه بسيطه قوي مش كل الناس كانت واخده بالها منها. يعني هو الكابتن حسام كان لما بيجي الكوره معانا مع منتخب مصر وبيحاول يبدا الهجمه من ناحيه اليمين ناحيه صلاح مثلا، سواء صلاح دخل في القلب فعمل اوفرلاب من ورا منه زيزو، كلنا شفنا يمكن في الكورنر الحاجه الوحيده اللي يعني بينت الكلام اللي انا بقوله دوت، ان في الكورنر ده صلاح لعب الكوره لزيزو، زيزو ريحها لمروان عطيه، رجع اداها له تاني زيزو، عمل اوفر، كان صلاح دخل لجوه عمل اوفر، جه منها الهدف الاولاني لرامي ربيعه. فهنا الكابتن حسام حسن كان عامل تركايه حلوه قوي في نص الملعب كمان، لما بتبقى الكوره معانا وسواء الهجمه من ناحيه اليمين بتبص تلاقي تريزيجيه ضم لنص الملعب جنب مروان عطيه، وما خلاش مروان عطيه لوحده على الدايره، بحيث ان لو الكوره اتقطعت لا قدر الله بتلاقي في حاله يعني الارتداد هتلاقي 2 موجودين، تريزيجيه ومروان عطيه، ده في حاله ان لو الهجمه من ناحيه صلاح او من ناحيه زيزو. والعكس صحيح طبعا، لو الهجمه بقى من ناحيه تريزيجيه ومرموش بتلاقي مروان ضم بيغطي وراهم ونزل زيزو مع الدايره مع مروان عطيه. كانت تركايه عجباني قوي من الكابتن حسام، فحسيت ان الكابتن حسام مش عامل تشكيله عشوائيه، يعني مش حاطط لعيبه هجوميه تريزيجيه ومرموش وصلاح ومصطفى محمد وزيزو وبتاع، وعامل كوكبه من اللعيبه دي. انا معاه في حته ان انا يبقى عندي اللعيبه دي كلها بالامكانيات دي كلها وما استغلهاش في الملعب في وقت واحد، يبقى بصراحه او اشوف لهم خطه تنفع ان الناس دي كلها تلعب في وقت واحد وهم لعيبه كوره. كلنا شفنا الهدف الثاني، يعني اجمل ما فيه ان اول ما قطعنا الكوره تك 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 كوره من مصطفى محمد في لمستين 3 4 بقينا قدام الجون، هدف. يعني ادي الاحتراف وادي فايده الاحتراف. اللعيبه لما طلعت احترفت، بدات الكوره لما قطعناها من لمسه 2 3 بقى الراجل والجون، جبنا جون. ففي حاله ان احنا حتى لما بندافع وبنقطع الكوره فاحنا بنبني الهجمه المرتده بسرعه كبيره جدا في وجود اللعيبه السريعه دي، مرموش وتريزيجيه ومروان بيقطع الكوره يسلم بسرعه، مصطفى محمد الراجل الفرود محطه استلم الكوره من مروان راح على طول تك مد اسيست عمر مرموش جاب هدف. فاذا الراجل بيدور على خطه تنفع لكل اللعيبه دي في الحاله الهجوميه وفي الحاله الدفاعيه. طبعا انا قلت لكم التركات اللي هي في الحاله الهجوميه لما الباكين بيطلعوا او الهافين بيخشوا لقلب الملعب، بتبص تلاقي زيزو او تريزيجيه عملوا اوفرلاب، سواء الهجمه من هنا بتلاقي تريزيجيه نزل غطى من هنا، سواء الهجمه من هنا بتبص تلاقي زيزو نزل غطى مع مروان عطيه وما سابش نص الملعب لوحده. فاذا في شغل مدرب موجود في الملعب، لا في شغل مدرب. نلتمس العذر في كمان بقى، يعني الراجل على الاداء الكويس ده وكاسبين 3-0 منتخب قوي، منتخب كاب فيردي اللي احنا يعني معلش كان مسبب لنا معاناه وبصعود شاق، يعني بشق الانفس صعدنا في كاس الامم ويمكن احرجنا جدا في البطوله منتخب كاب فيردي ده، وبكره هتشوفوه في بطوله كاس الامم وفي تصفيات كاس العالم هتلاقوه منتخب بيسبب مشاكل للناس كلها اللي بتلعب ضده. منتخب قوي وعنده لعيبه وعندها امكانيات، وهنشوفوا المباراه كمان اللي على ملعبهم هناك لما منتخب مصر هيروح لهم هناك، هتلاقي الفرقه غير وهتلاقي اللعيبه فعلا. لا هتحس ان حسام حسن عمل حاجه هنا في مصر. وانا
بحترم المدرب الهجومي، يعني حسام حسن يعني اثبت لي ان هو مدرب هجومي في مش عشان المباراه دي بس. انا يمكن المباراه اللي قبليها كمان قبل تصفيات كاس الامم كانت في تصفيات كاس العالم، لعبناها هنا برضو على ارضنا، برضو لعب تقريبا يعني بتشكيل مشابه لكده، مش متذكره كله، بس كان برضو كان تشكيل هجومي جدا، وكان هو بيحب دايما يخلص المباراه هنا في مصر من بدري. انا بحترم المدرب اللي انا استغل العوامل اللي عندي. انا عندي عامل الارض وعامل الجمهور وعندي لعيبه بالامكانيات دي، حرام ما احطلهمش كلهم في الملعب واشوفهم وابقى عندي منتخب هجومي. تخيل بقى اللعيبه دي كلها تلعب مع بعض مباراه واثنين وثلاثه ويبقى في انسجام، هتبص تلاقي اللعيبه في يعني اللي قدام دول كلهم هتلاقي الكوره في رجليهم جميله، وهتبقى انت مبسوط وهتحس ان منتخب مصر بيقدم كوره كويسه. ده بالنسبه لمنتخب مصر والاداء اللي انا يعني ببشر الناس بيه. مش عايز الناس كلها، يعني عايز الناس كلها تدعم كابتن حسام، والله الراجل شغال كويس، الراجل ماشي في مشروع وليد الركراكي يعني رقم 2 ان شاء الله. انا مستبشر خير ان كابتن حسام ان شاء الله يجيب لنا البطوله الثامنه الافريقيه ان شاء الله اللي غايبه علينا بقالنا فتره. ان شاء الله انا واثق يعني تمام الثقه ان حسام حسن حتى على الاقل لا قدر الله لو ما قدرناش نحرزوا البطوله الافريقيه، انا حاسس ان منتخب مصر هتحس انت حتى من الاداء. واحنا كنا دايما حتى بنزعل ليه من خروجنا، بتلاقي المنتخب يعني ما فيش اداء، ما فيش نتائج، ما فيش اي حاجه تستدعي ان انت حتى تبقى مبسوط وانت بتتفرج على المنتخب. انت دلوقتي بتتفرج على المنتخب شايف ان المنتخب بيقدم كوره، بيقدم يعني حاجه تحس ان انت في مستبشر خير ان المنتخب ده هيجي منه هيبقى حاجه كويسه. تمام. فان شاء الله كلنا داعمين لكابتن حسام حسن. واخيرا طبعا القصه اللي دارت ما بين كابتن حسام حسن واحمد حجازي، انا بحيي عليها كابتن حسام حسن صراحه قرار، يعني يمكن الراجل حتى تصرح بالاعلام ما حبش يحرج احمد حجازي ويقول ان انا استغنيت عنه او استبعدته عن المعسكر. الراجل طلع اتكلم وقال ان كابتن احمد حجازي هو اللي حب يعني يسيب المعسكر وبتاع، وحب يجيبها له بسرعه لطافه، لكن الكابتن احمد حجازي طلع وبرر وقال لا ان انا اللي تم استبعادي من المنتخب. وانا بحييه مليون في المية ان هو لو سكت على موقف شبه كده من لعيب زي احمد حجازي كابتن من كباتن منتخب مصر، مع احترامي يعني لقيمته سواء على يعني الفتره اللي قدمها مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، انا شايف ان احمد حجازي في منتخب مصر في الوقت الحالي ملوش دور. احنا عايزين ننزل بمعدل الاعمار، عايزين ننزل بناس عندها كوره، عايزين ناس مدافعين على مستوى عالي، سن صغير بنلعب كوره وبتاع. فان ياخد موقف شبه ده انا بحييه عليه مليون في المية. ان لو ما خدش موقف شبه ده هتبص تلاقي لعيب تاني غيره طالع يعترض وغيره وغيره وغيره. فده موقف انا بحييه عليه ان هو كان صارم فيه وكشر عن انيابه فيه، فدي حاجه انا بحييه عليها. وان شاء الله اللي جاي ليه احسن. وكنت عايز اقول برضو يعني ان موقف حجازي برضو ما كانش حلو، ان ده لو مدرب اجنبي مش حسام حسن انت ما كنتش هتجرؤ تتكلم ولا كنت هتطلع يعني تقول اي حاجه ولا هتعترض ولا هتتكلم اصلا. يعني ممكن تكون ليك وجهه نظر، خليها خلف الاعلام، خليها في اوضه اللبس، خليها ما بينك وما بين الكابتن حسام. قول له كابتن حسام مثلا انت جايبني انا راجل لعيب محترف، في عندك عبد المنعم ما جاش، طب انا عبد المنعم ما جاش المفروض انا العب، طب انت لعبت حمدي فتحي مثلا مكاني وهو مش مكانه اصلا وهو انا مساك، المفروض انا العب وعندي خبره كافيه ان انا اقدر العب. خلي الامور تبقى في الغرف المغلقه، انما تطلع كده على العام وتشوح حتى لو الجهاز الفني قال راي، قال لك قوم سخن مره، قال لك قوم سخن 2، لما رامي اتصاب قال لك قوم، قال لك اقعد. دي وجهات نظر المدير الفني ولازم تحترمها. ما هو كابتن حسام يعني مش مثلا يعني اللي بيكلمك ده يعني راجل ابيض وورد في الكوره، راجل لعيب كوره واسمه وتاريخ وقيمه وقامه في الكوره المصريه. فانا بحييه مليون في المية وبأيده مليون في المية على اللي حصل منه مع الكابتن احمد حجازي. وان شاء الله كلنا داعمين للكابتن حسام حسن. بس انا ليا ملحوظه على الكابتن حسام حسن على دوره الاعلامي والكومنتات والتعليقات اللي بيطلع يقولها. هو دايما بيطلع يبرر، ويعني بيبرر عشان يرفع المسؤوليه عن نفسه كضغط يعني، ويقول لك ان اتحاد الكوره مش بيساعده ومش بيجيب له، والانديه مش بتساعده ومش بتجيب له اللعيبه بدري، بيطلب اللعيبه مثلا يوم او يومين او 3 بدري، الناس مش بتنسفه وبتساعده من الانديه كلها سواء الاهلي او الزمالك او كل الانديه مصر او اتحاد الكوره مثلا يحاول ان هو يتواصل مع الانديه بحيث ان يجيب له اللعيبه بدري يوم او 2 او 3، بحيث ان هو برده يشتغل شويه على الشغل التكتيكي اللي المنتخب بيتجمع في فتره قليله جدا والراجل ما بيلحقش يقول كل حاجه. فان المنتخب يعمل مباراه شبه دي بالكفاءه اللي احنا شفناها دي في الملعب ويخلص المباراه من بدري، انا مبسوط مليون في المية. واتمنى ان كابتن حسام يستمر
على النهج اللي هو ماشي عليه، النهج الهجومي على الاقل، على الاقل في المباريات اللي داخل مصر هنا مع كل المنتخبات بقى، مع احترامي يعني. انت طبقت الموضوع ده مع كاب فيردي، منتخب محترم عنده كوره، عنده لعيبه بتقدر يعني تنقل، تبقى ممكن تبقى ند المنتخب مصر، عملت عليها الشراسه الهجوميه دي وخلصت المباراه من بدري 2-0 الشوط الاول، ريحت نفسك. اتمنى ان لو انت بتلعب هنا كوت ديفوار تعمل كده، بتلعب الكاميرون تعمل كده، بتلعب الجزائر تعمل كده. انا عايز احس ان انا منتخب مصر فعلا دايما فعل، مش عايزين منتخب مصر يبقى رد فعل. ان شاء الله اللي جاي احسن، ويا رب دايما تكونوا مستمتعين معانا. انا معلش بطلع اقول رايي، انا بس الراي بتاعي متاخر شويه، كنت هطلع والله اتكلم معاكم، بس انا دايما بحب احلل الحاجه واشوف المباراه مره واثنين وثلاثه وملخصات، بحيث ان انا لو هطلع اقول معلومه او اطلع اقول حاجه تفيد الناس، وان شاء الله اللي جاي احسن. يا رب دايما اخواتي وحبايبي داعمين وفي ظهري. انا مبسوط والله بالكومنتات واللايكات اللي الناس كلها يعني بتعملها عشاني، والناس بتطلب مني ان اطلع اتكلم واقول رايي، فدي حاجه بتبسطني جدا. واحنا كلنا اخوات وحبايب يعني، وكلنا مش بعدل على حد، انا بطلع بقول رايي بس الناس تأيده، تختلف عن رايي، تقول راي مختلف، انا بحترم اراء كل الناس. وان شاء الله رب العالمين اللي جاي احسن لمنتخب مصر وللنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل صفقه او اتنين ان شاء الله بالرمضان يخلص. اتمنى ان هي صفقه تقيله جدا وتخلص للنادي الاهلي. ملحوظه برضو يعني مضايقاني جدا ان صفقات النادي الاهلي برضو الفتره الاخيره على طول مسمعه، على طول اي لعيب النادي الاهلي بيتكلم عليه بتبص تلاقي ان كل مصر عارفه ان النادي الاهلي بيتكلم على اشرف داري من قبل ما يخلصوا، كل الناس عارفه ان النادي الاهلي كان بيتكلم على يوسف ايمن من قبل ما يخلصوا، عن عمر الساعي. كل الكلام ده ما كانش موجود ايام الكابتن حسن حمدي، كانت الصفقات بتخلص يعني ايه في صمت كده زي ما بنقوله. يعني انا مبسوط من نادي الزمالك في حاجه، ان برده حتى لو بيخلص صفقه اللعيب الجابوني دي، خلص من كذا صفقه مثلا، وبص تلاقي الامور في صمت. يعني انا اتفاجئت ان مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك قصدي، يعني يعتبر شبه يخلص صفقه اللعيب الجابوني ده في صمت، وبص تلاقي الامور بتخلص في سلاسه. كان الكلام ده بيبقى موجود في النادي الاهلي. اتمنى ان النادي الاهلي يعني الكابتن الخطيب يبقى ليه تدخلات في الحته دي، عشان برضو الامور